السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم ان شاء الله حبيت نقدم لكم هذا الطبق التركي اللي يجي خفيف وبزاف بزاف بنين، يعني بمكونات بسيطة نقدر نصيبوها في المنزل. يعني كما نقولوا حنايا هذا الطبق هو عبارة عن تكتوكة بالبطاطا مقلية بالدجاج، يعني طبق رائع. لهذا الطبق ان شاء الله عندنا حبيبة بصل كبيرة قطعتها بهذا الشكل مع زوج فصات نتاع الثوم. عندنا طرشي هنا قطعت زوج حبات بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. عندي زوج حبات نتاع طماطم قطعتهم هكذا شرائح. وهنا عندي كمية نتاع الدجاج تستعملوا كما تحبوا، يعني الدجاج كما تشوفوا كيف قطعته يعني مكعبات بهذه الطريقة. نروح لطريقة التحضير، نحطوهم في المقلاة، نزيدو عليهم واحد 3 ملاعق كبار نتاع الزيت، الكمية نتاع الملح كما راكم تشوفون. عندي هنايا مقلاة ما تلصقش. نزيدو عليهم التوابل نتاعنا. انا هنايا درت كمية نتاع الفلفل الاسود، نزيد عليهم شوية نتاع الكركم، يعني نحب الكركم نديروه في الاطباق يجي بزاف بنين وصحي. عندي الكوري فوالا، وعندي شويه الزعفران. نخلطوا هذوما المكونات فوالا مع الدجاج تاعنا مع الزيت، نقليوهم شويه ونضيف لهم هذيك الكميه نتاع البصل. شوفوا البصل قطعته شرائح فوالا، نخليهم يتخلطوا. كما راكم تشوفوا هنايا ما رانيش حنزيد الماء، مازال باش نزيد الماء. كما نعرفوا كاع بلي البصل تاعنا يطلق الماء. صافي دوك نخليوه يتقلى شويه الله الله مع الدجاج، ونزيدو هذوك ثنينات ثوم نتاعنا فوالا، يعني زوج فصات تاع الثوم فوالا قطعتهم. والثوم عفوا تعطينا نكهه رائعه. هما راهم يتقلاو وانا نروح نقطع البطاطا تاعي دوائر دوائر بهذا الشكل ونقليها فوالا. شوفوا هنايا نعاود نوليو المقله تاعنا. البصل بعد ما ذبل بدا يذبل هكذايا بهذه الطريقه، نضيفوا عليه كميه تاع طماطم مصبره. انا كنت درتها في المجمد، نتوما ديروا ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره وشويه تاع الهريسه. يعني هذا الطبق تاعنا يحب يجي شويه حويرر شويه مسك. ما كانت عندكم الهريسه تقدروا ديروا شويه بابريكا حاره، انا درت شويه هريسه وشويه بابريكا كما راكم تشوفوا فوالا. سينو تقدروا تزيدوا ديروا طرش حر، يعني تحكموا فلفل حر تقطعوه وتزيدوه مع الطرشي نتاعنا فوالا. انا درت الحبه تاع الفلفل الحلو هذوك زوج حبات تاعنا بهذه الطريقه. دوك نخليهم يتقلاو شويه ونزيدوا عليهم الطماطم نتاعنا. الطماطم فاني قطعتها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا فوالا. نخليهم يتقلاو. تقدروا تضيفوا هنايا نصف كاس نتاع ماء، وانا هنايا راني نزيد شويه في الكمون، يعني الكمون يعطينا بنه رائعه للطبق تاعنا فوالا. كما راكم تشوفوا راهي تكتك الله الله، رائحه راهي ما شاء الله. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. جربوه وقولوا لي رايكم، يعني اكيد راح يعجبكم. سورتو اللي يحب التوابل يحب الالوان اللي يحب هذه الخلطات، يعني يجيكم طبق رائع رائع فوالا. نخلطوهم كاع هذوك المكونات بهذا الشكل وراهم يتقلاو. ونزيدو هنايا شويه نتاع الماء، كما قلت لكم نص كاس نتاع الماء. ما يحبش لاصوص بزاف، يعني هذا الطبق تاعنا ما يحبش المرقه بزاف. نخليهم يتكتكوا الله الله غير بشويه بشويه. هنا ما نحبش نقوي النار. شوفوا هنايا بعد ما عقدت لنا لاصوص تاعنا خلاص كملنا الطبق. نروحوا نجيبوا ان بلاطو يدخل الفوق، نفرشوا هذيك البطاطا الدوائر تاع البطاطا المقليه في البلاطو تاعنا، نفرشوهم كاع. ومن بعد نزيدوا عليهم هذاك الخليط اللي درناه ونشعلوا الفرن تاعنا
على درجة حرارة، يعني أعلى درجة باش يتحمر برك من الفوق. هذا مكان فوالا، نستفوه ونزيدو الفرomاج غابي، يعني اي نوع تاع فرماج يكون عندكم، شيدار، غرويير، فرماج روج، نيمبورت. هنا درت الغرويير. فوالا ديروا غير شويه برك باش يحمر لكم ويعطيكم نكهه هايله. فوالا ها هو الطبق تاعنا بعد ما تحمر لي الفرomاج وحطيته في صحن التقديم. نتمنى الوصفه نتاع اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها وتقولوا لي في التعليقات، راني نستنى تعليقاتكم. وما تنساوش دعموني، ديروا لي جيم، ديروا لي بارطاج لا فيديو. تهلاو في روحكم، نتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله.